توفى المواطن المصري خالد محمد شوقي وهو سائق شاحنة وقود الأحد في محافظة الشرقية شمال شرقي مصر، متأثرا بإصابات وحروق لحقت به أثناء محاولته إبعاد شاحنة وقود مشتعلة عن محطة وقود وسط مدينة العاشر من رمضان الصناعية، لتفادي وقائع خسائر بشرية ومادية هائلة. وكان شوقي قد فوجئ باندلاع النيران داخل الشاحنة بعد انفجار خزانها، وهددت النيران بوقوع كارثة كبرى حال امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة أو إلى خزانات محطات الوقود. وبحسب فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة اشتعال الشاحنة، لم يتردد السائق شوقي بل اندفع إلى مقعد القيادة بسرعة بينما كانت النيران تلتهم الشاحنة، وانطلق بها خارج محطة الوقود محاولا إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، ونجح بالفعل في إخراجها إلى الشارع مانعا بذلك امتداد الحريق إلى خزانات الوقود في المحطة وحولها. نقل السائق خالد شوقي إلى المستشفى فورا لكنه توفى يوم الأحد بعد أسبوع من الواقعة، متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية. تولت الردود والفعل الرسمية بعد وفاة السائق شوقي، ونعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان رسمي وصفه إياه ببطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان، وكلف وزيري البترول والتضامن بصرف مكافأة مجزية ورصد معاش استثنائي وتكريم أسرته تقديرا لتضحيته. جاء في البيان السابق قدم نموذج للبطولة والتضحية حين افتدى بروحه والمواطنين في حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان، وأضاف أن تصرفه الإيجابي في موقف بالغ الخطورة جنب الكثير من الضحايا والدمار وحافظ على العديد من الأرواح والممتلكات. كما كلف مدبولي وزيري البترول والثروة المعدنية والتضامن الاجتماعي بالتنسيق لصرف مكافأة مجزية ومعاش استثنائي لأسرة السائق وتكريمه على النحو الذي يعكس معاني التقدير لتضحيته والعرفان لخسارته التي ستظل خالدة في الوجدان بحسب تعبيره. كما قرر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إطلاق اسم السائق خالد محمد شوقي عبد العال على أحد شوارع المدينة تخليدا لذكراه وتكريما لمواقفه البطولي الذي عبر عنه أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل، وتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 50,000 جنيه نحو 1000 دولار أمريكي لأسرته عرفانا بعمله البطولي الذي ساهم في حماية المدينة بأكملها بحسب البيان. كما نعاه وزير الأوقاف أسامة الأزهري ووصف إياه بالبطل الذي افتدى بجسده وروحه أهل المنطقة وزملائه والمكان بأكمله. وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها تحتسب السائق شهيدا استنادا إلى حديث نبوي بعد المتوفي بسبب الحريق من الشهداء. وأضاف البيان أن الفقيد قدم القدوة لمجتمعه بنفسه، أن الوزير أناب أحد وكلاء الوزارة ووفدا من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأهله. وحتى الآن لا يزال سبب انفجار سيارة الوقود غير معروف، إلا أن بعض المستخدمين يرجحون أن ارتفاع درجات الحرارة قد يكون إحدى العوامل. وقد توصلت BBC من وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفسار عن أسباب الحادث، فأوضح مصدر بالوزارة BBC أن الجهات المعنية تجري تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار إلى جانب تحقيق فني تجريه الوزارة ذاتها. يقول الدكتور حسام عرفات أستاذ هندسة البترول رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا وخبير السلامة المهنية أن نقل المواد البترولية يتطلب اتباع إجراءات سلامة مهنية صارمة، مثل التأكد من كفاءة السيارة وتزويدها بطفايات حريق من نوع الرغوة التي تستخدم لإطفاء حرائق المواد الصلبة والسوائل القابلة للاشتعال. وأضاف أيضا خبير السلامة المهنية أنه يجب أيضا تدريب السائقين على القيادة الآمنة، نظرا لأن حركة السوائل داخل السيارة تسبب دفعا إضافيا أثناء السير. كما يفضل تجنب المرور بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأثناء تفريغ الحمولة من المهم الحفاظ على وجود مسافات آمنة بين السيارة وخزانات الوقود داخل المحطات. ويرى الدكتور حسام عرفات أنه من الأفضل أن يرتدي سائقو الشاحنات التي تنقل المواد البترولية ملابس مصنوعة من أقمشة غير قابلة للاشتعال بسهولة مثل القطن. واستبعد خبير السلامة المهنية أن يكون الانفجار قد حدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة، موضحا أن نقل المواد البترولية يتم في دول أخرى ترتفع فيها درجات الحرارة عن مصر بشكل كبير مثل دول الخليج. وأضاف أن هناك مواصفات عالمية لشاحنات نقل البترول. المواد البترولية تتضمن على سبيل المثال طلاء الطبقات الداخلية والخارجية بمواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة لعوامل التعرية المختلفة. ويؤكد عرفات على أهمية فحص الشاحنات بشكل دوري للتأكد من كفاءته في جميع مراحل النقل، بدءا من منح التراخيص للسيارات والسائقين مرورا بتحميل الشاحنات من المستودعات وحتى وصولها إلى نقاط التفريغ النهائية في المحطات، وعن وجود بدائل أكثر أمانا لنقل المواد البترولية. يقول خبير السلامة المهنية إن مصر تمتلك بالفعل شبكة أنابيب لنقل المواد البترولية تديرها شركة أنابيب البترول، وهي الجهة المسؤولة عن نقل المواد من معاملة التكرير إلى المستودعات الرئيسية في كل محافظة، وتنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود بواسطة الشاحنات. وقرر وزير العمل المصري محمد جبران صرف مبلغ 200,000 جنيه نحو 4000 دولار لأسرة السائق. كما وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 100,000 جنيه نحو 2000 دولار أمريكي بشكل عاجل لزوجة وأولاد السائق،
بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرصد معاش استثنائي للأسرة تقديرا لتضحيته بحسب بيان الرئاسة لمجلس الوزراء. أثارت وفاة شوقي تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن تأثرهم بشجاعة هذا الموقف الصعب، وكتب أحدهم: شرفتنا يا خالد، بطل حقيقي، يجب أن تروى قصته في المدارس وتحكي للأجيال حتى يجسدوا معنى التضحية. وقال مستخدم آخر: ليس كل البطولات تخلد في كتب التاريخ، فبعضها يكتب بدماء الشرفاء على طرقات الوطن. ووصفه كثيرون بأنه شهيد الواجب، ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح العشرات. وتساءلت مستخدمة أخرى عن عوامل الأمان في محطات الوقود أثناء تزويدها بالبترول، وطلبت بفتح تحقيق قائلا: لأننا لن نجد كل يوم بطلا مثل عم خالد يضحي بروحه ويقود شاحنة مشتعلة على حد وصفه. فعلا خالد عبد العال عمل عمل بطولي ينتهي بالشهادة،